الحبايب مساء الخير. حسن الهلالي دلوقتي متصدر الترند علشان اتطرد من مهرجان القاهره السينمائي. ناس كتير متعاطفه معاه وناس للامانه بعتت لي رسائل انت ما بتتكلمش عنه ليه وجبر الخواطر وحاجات كده يعني، والراجل اتهان. الراجل ده لو كان اتهان واتبعترت كرامته فهو السبب رقم واحد في ده. احكي لكم قصه حسن الهلالي وايه الفرصه اللي كانت قدام حسن الهلالي كانت ممكن تنقله نقله محترمه وكويسه. حسن الهلالي راجل من كفر الدوار، من البحيره، فني تشكيل معادن، حداد ولحام يعني، بيعمل بقى بوابات حديد وشبابيك حديد وحاجات كده يعني. المهم الراجل ده يعني ندهته الندهه بتاعت الفن، واشتغل في اكتر من عمل، من بينها همام في امستردام والاشهر بقى بوحه والى اخره يعني. الا انه ما تعرفش هو بوظ نفسه، ودلوقتي وصل لمرحله ان هو عايز يتعالج وفورا، يتعالج من جنون الشهره وجنون حب الفن زي ناس كتير جدا. هي موهومه، هي لا فنانه ولا حاجه. طيب هتقول لي امال المخرجين كانوا بيستعينوا بيه ليه؟ لان هو كاركتر زيه زي كاركترات كتير جدا. اوقات المخرجين بيوظفوهم في بعض المشاهد، مش ادوار، مشهد هو في الاخر مشهد وخلاص على كده. وده يعني كان زي بدايه مثلا عم حسين ابو حجاج، مع ان طبعا مع الفارق واحترامنا للاثنين يعني. اللي هو كان عامل شخصيه اشرف الغفير في الكبير قوي. الراجل ده كان لحام، كان اسف لحام كاوتش، اسف يعني، عنده ورشه لحام كاوتش. وساعتها الاستاذ شريف عرفه شافه وخده معاه في فيلم من ايام بقى، كان الناظر. والراجل بكل احترام وبكل ادب وبكل ود كمل في الفن لحد لما وصل ان هو بياخد ادوار. يعني هو كان بياخد مشاهد، بياخد ادوار كبير قوي بكل اجزائه. احمد مكي ما بيستغناش عن عم حسين ابو حجاج. والراجل دلوقتي على فكره رغم ان هو مطلوب في بعض الاعمال الا انه هو قال خلاص انا مش هشتغل ومش همثل لان الصحه ما بقتش زي الاول. وقاعد دلوقتي في ورشته في المنيا فاتحها وبياكل منها عيش وبياكل ناس حواليه عيش. ده الراجل اللي احترم نفسه واحترم كرامته. بس شوفوا بقى، هو كان الراجل ده فضل حافظ كرامته وحافظ شكله وحافظ الكاركتر بتاعه من مشهد ممكن يكون 30 ثانيه او دقيقه لحد لما خد ادوار في اجزاء في مسلسلات كبيره. حسن الهلالي كان عنده فرصه يعمل كده الا انه ساب ده خالص. وزي ما انتم شايفين شايل شنط على وسطه كده كتير جدا، وشايل شنطه على كتفه وماشي يروح، وساحب اتنين في ايده ولا واحد في ايده، ويدخل على اي مطعم نعمل لكم اعلان. انا ما اعرفش بيعمل الاعلان ده فين بالظبط او بينزل فين، لان صفحته ما فيهاش يعني العدد اللي ممكن يعني يبقى عنصر جذب للشركات والمطاعم ان هي يعني تجيبه. وده كله بثمن عشوه. فلكم ان تتخيلوا فنان، لو هو بيقول على نفسه فنان، ان هو يروح يعمل ده عشان عشوه. بص يا عم حسن، انا ما اعرفش انت بتعمل كده ليه، لكن لقمه العيش واللقمه اللي تدخل جوف البني ادم مع قله الكرامه ديت اسوأ مليار مره من اي حاجه ممكن تتخيلها. ولو انا هاكل لقمه عيش حاف بس بكرامتي، اعظم مليار مره ان انا اكل كباب من غير كرامتي. انت وجودك في مهرجان القاهره السينمائي ملوش مبرر. رايح تعتذر لحسين فهمي، مش صاحبك على فكره، وما حصلش بينك وبينه اللي هو اساسا يخليك تروح تعتذر له. موقف في عزا اخوه وانت رايح تسلم عليه واقحمت نفسك ورايح تبوسه، وده طبعا مش صاحبك، فالراجل بعد وشه عنك وخلاص. وهو اعتقد مش مستني اعتذارك، اعتقد، لان هو ما يعرفكش ومش زعلان. يعني الموضوع موقف حصل زي الاف المواقف اللي بتحصل مع الفنانين من المعجبين كل يوم. بس انا اللي اسمي صحفي وبقالي 15 سنه متخصص في الفن وعضو نقابه صحفيين وشغال في مكان كبير، لو ما كانتش بيجيني دعوه من مؤتمر او من مهرجان او من حفله، اقسم بالله ما بسيب بيتي ولا بسيب مكتبي واروح. هو ده الكلام الصح. انت فنان، بس انت فنان في تشكيل المعادن، في الحداده. مش فنان خالص في السينما ولا في الدراما ولا في المسلسلات ولا في البرامج ولا الكلام ده خالص. ممكن يكون كلامي صادم، لكن صدقني اللي حصل واللي انت بتعمله كفايه كده يخليك تقف مع نفسك. اكل العيش ممكن يجي من اي حته تانية بالكرامه، مش باي حاجه تانية. ربنا يوفقك لو انت مكمل. في الاول وفي الاخر ده قرارك. انا كان تعليقي على بعض الرسائل اللي جات لي اللي انا سبتها لكم وحطيتها لكم طبعا، وانت حر. عايز تكمل كده كمل، عايز تقف مع نفسك وتشوف الطريق الصحيح فين اعمل كده فورا. شكرا جزيلا.